السلام عليكم. الاهلي يتعادل مع الداخليه 1-1، وانا بقول لك لسه بدري قوي على الدوري. وانا بقول لك الاهلي هيفوز وهيتعادل وهيخسر، ويخسر دي انا شاكك فيها. بس هنتكلم على كام نقطه كده في اداء النادي الاهلي النهارده. اداء لعيبه النادي الاهلي باين عليه اجهاد جامد قوي، وده سبب طبعا ضغط المباريات. والنادي الاهلي عنده نقطه ايجابيه ونقطه سلبيه في المباراه بتاعت النهارده. النقطه السلبيه اللي هو فقد نقطتين في صراع الدوري، اما النقطه الايجابيه اللي هو قدر يحافظ على النتيجه دي رغم ان اداء لعيبه الداخليه كان افضل من لعيبه النادي الاهلي. وده سمات الفريق البطل زي الاهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز. ما هو بيدفعوا ملايين عشان يجيبوا كواليتي اللعيبه تقدر تحافظ على النتيجه. ما هو مش لازم أن تكون كل يوم ماتش، كل ماتش كويس، بس اما يكون الماتش فيه اللي انت مش كويس تقدر تحافظ له على النتيجه وتاخد اللي انت عايزه، ولو ما فزتش ما تخسرش. النقطه الثالثه والاخيره، مستغرب قوي على صفحات نادي الزمالك واللي انا واحد منهم، بس كل واحد وفكره يعني. اللي يقول لك تعادل الداخليه مع الاهلي بيشعل الدوري، بيعمل صراع في الدوري، بيخلي فيه منافسه. هو فيه منافسه ولسه بدري قوي على الدوري يا جماعه، بس المنافسه بين الاهلي ومين؟ الاهلي وفيوتشر ولا الاهلي وبيراميدز ولا الاهلي و... والاتحاد؟ انا الخامس في الدوري. وهل امكانيات واداء لعيبه النادي الاهلي الزمالك في الثلاث شهور اللي فاتوا دولت من اول السنه تؤهله اللي هو يفنش تاني؟ لو جينا عملنا مقارنه بين لعيبه النادي الاهلي او بين الاهلي والزمالك اخر 3 شهور، هتلاقي مفيش وجه مقارنه. هتلاقي الاهلي لعب 14 مباراة في المسابقات مختلفة: دوري ودوري ابطال افريقيا وكاس العالم للاندية وكاس مصر. طب الزمالك لعب كام؟ لعب 12 مباراة في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا وفي كاس مصر. طب الاهلي لعب 14 وجاب 25 جون وعليه 13. طب الزمالك لعب 12 وجاب 9 وعليه 17. وخلي بالك الاهلي لعب ريال مدريد وفلامينجو، منهم بس 8 تجوان في ماتشين. يعني لو شلنا التمانية دولت هتلاقي الاهلي لعب 12 مثلا جه فيه 5 تجوان، اللي هو بفرق 13 من 8. فعلى انهي اساس انا اتمنى لعيبه الزمالك تفوق ويكون في، يعني نوصل للدوري السعودي او الاماراتي؟ احنا يعني الدوري بتاعنا بقى مفيش خالص. لو جينا بصينا على ترتيب الفرق في الدوري هتلاقي الاهلي لعب 17 ماتش ب 41 نقطة، وبيراميدز 19 ب 38، وفيوتشر ب 19 ب 38، والاتحاد ب 20 ب 36، والزمالك 18 ب 32، والمقاولين 18 32. فانا ترتيبي الخامس كزمالك. اتمنى ان لعيبة الزمالك يعني تغير شوية من لعيبة الاهلي، تخاف على شعور جمهورها، تحب التيشيرت بتاع نادي الزمالك. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.